لو معاك اي نص جنيه معدن حديث زي دي بس فيه خطأ صك في الطباعة فبجد يا حظك يا هناك. لو معاك نص جنيه حديث اهوت زي ما انتم شايفين بس فيه غلطة في الصك. يعني ايه غلطة في الصك؟ يعني بنقول عليه خطأ صك في الطباعة، الوجهين شبه بعض بالظبط زي ما انتم شايفين بنقول عليه دبل فيس. شرط العملة يا جماعة ان هي تكون دبل فيس، يعني خطأ في طباعة العملة على الوجهين تم صكهم بشكل واحد. يعني الوجه زي الظهر بالظبط، في الوجه مكتوب نص جنيه 50 قرش، او ممكن يكون الخطأ الصك في الوجه الاخر، بس بشرط لازم يكون في خطأ في الطباعة، خطأ في العملة. العملة دي يا جماعة بتبقى غالية وبتوصل سعرها لحد 1000 جنيه لو وصلت لحالة الأنصر، بس شرط ومواصفات العملة على الرغم ان هي حديثة ان هي يكون فيها خطأ في الصك، خطأ في الطباعة، بنقول عليها دبل فيس، يعني خطأ في الوجهين شبه بعض بالظبط. فبجد لو معاك فبجد يا حظك يا هناك. بس كل اللي انا هقوله لك بطلب من حضرتك لو انت معاك اي عمله قديمه ان انت تبعتها لنا، ارقام الواتس قدام منك على الشاشه. هطلب من حضرتك لو انت اول مره لسه بتشوفنا على قناه الفيسبوك تعمل لنا لايك وشير ومتابعه، اما لو انت بتشوفنا على اليوتيوب فتعمل لنا سبسكرايب واشتراك عندنا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وجديد. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك او الانستجرام تعمل لنا متابعه عشان يوصل لك كل جديد وجديد. لربما يكون معاك اي عمله قديمه وانت مش عارف قيمتها، تعرف من خلال قناتنا ان انت تتعرف على جميع انواع العملات القديمه واسعارها واماكن بيعها بالتفصيل من خلالنا. فربما يكون معاك عمله وانت مش عارف قيمتها تقدر تغير بيها حياتك وتغير بيها مجرى حياتك، لان اسعارها بتوصل لاسعار كويسه جدا، وعندنا مناديب في جميع المحافظات يستلموا منك العمله. فبطلب من حضرتك لو معاك اي عمله، العمله اللي قدام منك ديت يا جماعه ديت نص جنيه ولكن في غلطه في الصك، مش نص جنيه عادي، عشان الناس هتتعبنا في التعليقات وتبعت لنا صور عاديه جدا وتبعت لنا انصاص جنيه عاديه. فهي نص جنيه اللي موجود عندك في البيت دي نص جنيه عادي ملوش اي قيمه غير نص جنيه، ولكن اللي انا طالبه قدام منك حضرتك دلوقتي هو نص جنيه فيه خطا في الطباعه. يعني ايه خطا في الطباعه؟ يعني دبل فيس، يعني طباعه على الوجهين تم في صك العمله طبعوه بالخطا، بدل ما يطبعوا وش نفرتيتي والناحيه الثانيه نص جنيه زي اي نص جنيه عادي، تم صك نص جنيه على الوجهين، كلمه نص جنيه على الوجهين، فدي بنقول عليها خطا في الطباعه. فبالنسبه للهواه بتوع جمع العملات بيحبوا الحاجات اللي فيها اخطاء صك، دي بتبقى نادره. فانت لو معاك اي عمله قديمه في بيتك فيها خطا صك، يعني ايه خطا صك في الطباعه؟ سواء الوجهين شبه بعض، الوجهين اللي هم على الوجه شبه بعض، او الظهر شبه بعض الوجهين، اهم حاجه يكون فيه خطا صك. فما تترددش ان انت تصوره لنا وتبعته لنا حالا، وبناخده منك باسعار كويسه. وعندنا مناديب في جميع المحافظات بيوصلوا لك لحد باب البيت وياخدوا منك العمله ونستلم حالا. فكل اللي عليك لو انت معاك اي عمله قديمه تصورها لنا وارقام الواتس قدام منك على الشاشه وتبعتها لنا، لربما يكون معاك اي عمله قديمه لها قيمه نقدر ناخدها منك باسعار كويسه. في عملات كتير ملهاش قيمه وبتتباع بالكيلو، ولو ما تمش رد عليك تاكد ان عملتك بدون قيمه بتتباع بالكيلو. فكل اللي بطلبه من حضرتك ان انت تعمل لايكات كتير للفيديو عشان يوصل لكل الناس والناس كلها تستفيد، لربما يكون حد معاه عمله وهو مش عارف قيمتها. والسلام عليكم ورحمه الله.